صار فيكن تعملوا عجة ب5 دقايق. مكونات موجودة بكل بيت. تابعوا الفيديو للآخر. اليوم حنعمل عجة. احتجت ل5 من البيض، بقدونس مفرم وأنا بحطهم بالفريزر، ملح، 7 بهارات، وطحين حسب كم بيضة عم تحطوا. يعني إذا لكل بيضة بدكن ملعقة طحين، وبصل مفروم. حنبلش أول شي، حضيف البيض، برجع رح ضيف شوية بقدونس، رح ضيف بصل مفروم. أنا احتجت لبصلة وحدة. وهلأ البهارات، رشة ملح أو ملعقة صغيرة من الملح، مش حكتر، وحتى حاسة إنه هول كتار فرجع الباقي. رشة بهار، 7 بهارات، وحنحط 5 معالق من الطحين. خمس معالق لأنه حطيت 5 من البيض. هاي التانية، 3، 4، و5. وحضيف عليهم شوي من زيت النباتي، مش حكتر. هلا حادمجهم مع بعض، بحرك فيهم. هلا انا ما بعرف ليش سموها عجة او مين اللي اخترع هذا الاسم. بمجرد ما تبلشوا تخلطون مع بعض ببين عندكم القوام بهيدي الطريقة. شو بتسموها ببلدكم؟ نحن بلبنان اسمها عجة. هلا بهيدي الصينية رح ضيف زيت نباتي بهيدي الطريقة، ورح حطها على نار قوية. هلا عم حمي بقلب صينية صغيرة او كبيرة حسب انتو الكمية اللي عاملينها. ضفت زيت نباتي وعم حمي الزيت على نار قوية. اهم شي بالعجة بده يكون الزيت كتير سخن. رح ضيف العجة بهاي الطريقة، ورح مدها هيك. يعني بضيفها من بعد ما الزيت يحمى. بسكينة حقطعها على شكل مثلثات هيك. انتوا بتعملوا الشكل اللي بدكم اياه. قطعتهم بالسكينة لحتى اقدر ابرمها على تاني ميلة. نفس الشي بعمل بهاي. من بعد ما قطعتهم بالسكينة لحتى اقدر
نبرمهم على تاني ميلة لحتى يستووا. شايفين كيف طالع معنا اللون والشكل؟ هلا هيك صارت من بعد ما قلبناها على تاني ميلة. صارت معنا جاهزة بهيدي الطريقة، بتشهي كتير وريحتها ولا أطيب. بشوفكن على خير، صحتين.